دلوقتي انا اقول لكم على 3 اخطاء كل مزارعين القمح بيعملوها، وهم ال3 اخطاء دول يعتبر اخطاء من بعض واصعب من بعض. بيعتبر هم بيخربوا لك محصول القمح نهائي. صل على محمد، صل على محمد. يعتبر انت لو انت زرع مزارع قمح وعملت حاجة من 3 اخطاء دول اللي انا هقولهم لك دلوقتي، يبقى انت يعتبر انت مش هتاخد محصول من محصول القمح خالص. والتالتة، تالت نصيحة أهم من أخطر من 2 اللي قبليهم. قبل ما نقول أول نصيحة، ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل زر الجرس. ويلا بينا نبدأ. أول نصيحة، أول النصيحة ودي لها أهمية قوي، إن أنت لما يبدأ عمر القمح بتاعك مثلا 3 شهور او شهرين ونص، يبدأ يسبل معاك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا لسه الحباية جوه لسه خضرة، لسه لو دست عليها هتلاقيها عاملة زي المية. طب تعمل ايه انت في الوقت ده؟ في الوقت ده وهو لسه مية، لو انت عطشته هتلاقيها السبلة فضيت، ومش هتقدر تاخد منها اي محصول. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش انك ما تعطش خالص. لو انت في الاول كنت بتسقي كل 4 ايام، وطبعا على حسب التربه وعلى حسب الارض اللي انت زرع فيها. طبعا لو انت في الاول كنت بتسقي كل 4 ايام، دلوقتي خليها كل مثلا 3 ايام مثلا، على حسب انت كنت بتسقي في الاول. طبعا كل ما يكبر وكل ما السبله القمح ده يعبي غله، لازم انك تديله ميه علشان السبله دي تعبي وتبقى معاك مية مية، وتقدر تاخد منه محصول 100%. طيب قلنا أول واحدة ودي عرفناها، نخش على تاني نصيحة ودي الأهم، والتالتة أهم منها. طبعا التانية، لو انت بدأ معاك القمح يبدأ يرمي سبل معاك بالشكل ده. طبعا أنا بادئ رمي سبل بقاله بالظبط 20 يوم أو 15 يوم. طبعا هو لسه رامي السبلة. لازم تديله كيماوي ايه؟ طيب اللي هو السماد، السبخ نطرات الابيض اللي هو حب. ليه؟ ايه في فايدته لما انا كده كده خلاص قربت احصد، قاعد لي شهر وخلاص هحصد ايه؟ احصد القمح. لا، ليه لازمه وله فايده كبيره. ليه؟ طيب طبعا انت دلوقتي لو رشيته، عندك السبله دي هتعتمد عليه، هتعتمد على الرشه اللي انت هترشها له قبل ما انت تحصد. اعتمد على الرشه اللي انت هترشها له قبل ما انت تحصد. طيب ماشي، هترش. رشينا احنا سبخ دلوقتي. طبعا انت عندك عندك القمح غزير. لو سبخة قعدت هنا هتحرق لك النباتة كلها. يبقى انت تعمل ايه؟ ترش ومثلا معلش في كلمة، واحد وراك بجريدة ويبدأ يهزهز النباتة، هيبدأ السبخ ينزل تحت في الأسفل علشان تقدر تاخد منه محصول ومية مية، والسبلة بدأت تعبي معك. طبعا أول واحدة عرفناها إن أنت ما تعطش، تمام. وتاني واحدة ان انت لازم تدي سبخ كيماوي. طب التالتة ودي الاهم، طبعا كل المزارعين بيخطئوا ويعملوهم، وهي ال3 نصائح اللي انا قلتهم دول. عادي بيقول لك انا ماشي كده كده على 7 ايام من ساعة ما انا زرعت، كل 7 ايام بسقي. لا، همشي انا زي ما انا على طول لحد ما احصد القمح واخد منه المحصول. طبعا ده اكبر غلط. ما المية بتساعد على تعباي الحبة وتعمل معاك بذرة اكتر، والسبخ نفس النظام. يلا بينا نخش على التالتة ودي الأهم طبعا. طبعا ما تنساش برضو تشترك لنا في القناة عشان غيرك يستفيد من عالم الزراعة. دلوقتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده طول السبلة. ده طول ايه؟ السبلة. طيب ايه النصيحة التالتة ودي الأهم. لو انت طبعا المحصول بيزرع، هو القمح ده بيبدأ يزرع من أول شهر 12 لحد أول 4، وآخر 4 بيبدأ الناس يحصدوا القمح.
طيب انت طبعا انت هتبقى حاسب للنبات بتاعك، انت الارض بتاعتك انت زرعها بقالها قد ايه. طيب وطبعا على حسب التربة اللي انت زرع فيها، طبعا على حسب الارض اللي انت زرع فيها. اهم حاجة طبعا انا قلت في النصيحة الاولى انك تديله مية، لكن مش على طول. النصيحة الثالثة انك لازما ده الارض دي بتجففها قبل ما تحصد مثلا، قبل ما تحصد مثلا ب10 ايام. بتبدأ انك ايه، تمنع المية عن الارض خالص، علشان تبدأ الحبة معاك تنشف وتقدر تحصد ومية مية ويشتغل معاك. طبعا انا لسه بدري، لسه قاعد لي حوالي شهر بالظبط وابدأ اني ايه، احصد القمح. طبعا قلنا التلات نصايح. اول نصيحة اللي هي لازم تدي مية لحد ما قبل ما تحصد ب10 ايام على الاقل. والنصيحة الثانية قلنا لازم تدي سماد للارض. لو انت ما اديش سماد للارض مش والله ما هتاخد منه محصول خالص. وزي ما انتم شايفين ده القمح بتاعي انا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. والتالتة زي ما احنا قلنا قبل 10 ايام تبدأ تصوم النبات بتاعك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله اكون معاك موجب على طول في الرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.